السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبي متابعين مطبخ شيري؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة حبيت اعمل لكم وصفة وارجع لكم بوصفة تكون جديدة ولذيذة وحلوة لبرد الشتاء. تمام. هنعمل البطاطا بطريقة جديدة جدا، هتدي لأولادنا طاقة وباور، وجميلة جدا بالليل مع المذاكرة. يلا بينا نخش في الوصفة بتاعتنا ونشوف المقادير هي ايه بالظبط. انا جبت معايا سكر، السكر حسب الرغبة، وجبت معايا شوية كنافة محمصين وشوية مكسرات، برضو المكسرات اللي انت بتحبيها، و3 معالق سمنة. تمام. حطيت بقى البطاطا بتاعتي، غسلتها وقطعتها شرايح زي كده، ورحت رصاها في الايه في الصينية. خدت الكنافة ورحت رشاها على الوش، ورشيت المكسرات. هنا بقى الحتة دي ممكن تعملي طبقات منها، دي حاجة حرية بترجع لك انت. تمام. ورحت رش على وشها السمنة بتاعتي ونص كوباية من اللبن. هاخد بقى نص كوباية التانية، هدوب فيها نص كمية السكر، والنص التاني هرشه على الصينية زي ما انتوا شايفين كده. طيب انا برش السكر كده ليه؟ هقولك انا برش السكر كده علشان يدي نوع من الكرملة في البطاطا. هنا بقى حسيت ان البطاطا بتاعتي محتاجة نص كوباية لبن كمان، رحت حاطه لها نص كوباية كمان. شوفي بقى البطاطا بتاعتي دخلتها على فرن درجة حرارة 200، ما خدتش ربع ساعة او 10 دقايق وطلعتها. تمام. شايفة عاملة ازاي على طول؟ انا ما قعدتش اصلا في المطبخ، ما وقفتش ولا مواعين ولا اي حاجة خالص. حاجة كده خفيفة ولذيذة وجميلة ودايبة دوب، يعني هي ماسكة نفسها، وفي نفس الوقت مسافة ما تيجي جنبيها بتكون دايبة. يلا بقى بينا طبقي ورايا، وقولي لي انت من انهي بلد، بتابعيني من انهي بلد، والوصفة عجبتك ولا لا. لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو جميل منك بدعوة حلوة من قلبك رابط. سيبكم في رعاية الله. مع السلامة.